بصمة. فأعتقد أن يعني المنتخب المغربي كسب مهاجم كبير يعني، وعودته إلى بوابة المنتخب المغربي عبر المونديال تعتبر انتصار للاعب، ونتمنى إن شاء الله أن يوفق يعني المنتخب المغربي سواء مع حمد الله أو غيره بتقديم نتائج إيجابية. أعتقد أن المنتخب المغربي من أفضل المنتخبات العربية التي تمتلك خامات لاعبين، باذن الله ان شاء الله نشوف المنتخب المغربي متاهل لدور 16 ان شاء الله. المنتخب التونسي ايضا يواصل الاستعدادات في الدوحه للمشاركه في بطوله كاس العالم، وان هنالك بعض الاخبار المقلقه المتعلقه بتاكد غياب الحارس البشير بن سعيد عن الفريق في المباراه الافتتاحيه بعد تعرضه للاصابه. كابتن طارق، المنتخب التونسي ايضا وضعته القرعه في مجموعه صعبه مع حامل اللقب المنتخب الفرنسي و الدنمارك وأستراليا. كيف ترى حظوظ المنتخب التونسي في هذه المجموعة الصعبة؟ طبعا لازم نكونوا عقلانيين، صعبة جدا لكن مش مستحيل. نفس مجموعة 2018 باستثناء تونس اللي اخذت مكان البيرو كانت صعبه جدا. نتذكر يعني فرنسا تقريبا كانت الفوز ضد استراليا كان صعب جدا، حتى ضد البيرو كان البيرو لعب ضد احسن من فرنسا. نتمنى انه فرنسا تونس راح تاخذ ثوب البيرو اللي كان اعطى درس لفرنسا في المباراه هذه. انا نظن انه تونس كنت دائما نقول ان تونس هي ايطاليا افريقيا، لانه تكتيكيا فريق منظم جدا، مش لانه عنده هذا المدرب ولا هذا المدرب، انما فلسفه لعب منذ زمان. المشكل الوحيد تكلمت عن الحراسه، وللاسف تونس ممكن اللي يرجعها شويه لوراء في النتائج هو انه ما عندهاش ممكن حارس في مستوى بونو ولا مبولحي في الجزائر، هذول اللي ممكن يصنعوا الفرق في اي وقت. لكن تونس انا نظن ككتله كمجموعه بقياده طبعا لاعبين مميزين جدا اللي مكنوا تونس انه يروحوا في مثلا لو نرجع في اصعب الحالات تونس مثلا في كاس افريقيا الماضيه في دور المجموعات ما كانوش في اوج عطاهم، لكن لما تطلب انه يمروا للدور الثالث كانوا فازوا على احسن فريق كان في هذا المستوى اللي هو نيجيريا. وهذا ما يثبت انه لما تكون صعوبات تونس دائما يكون في المستوى الاعلى. عيسى، المنتخب التونسي لعلك تابعت المنتخب التونسي في كأس العرب، قدم مشاركة مميزة، وصل المباراة النهائية، تقريبا يعرف كل الملاعب المونديالية. كيف ترى حظوظ المنتخب التونسي أيضا كمنتخب عربي تعقد عليه أمال كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا المونديال؟ تونس دائما ما يكون لها بصمه يعني في المونديال، واعتقد انه يعني المجموعه مع الاستراليا، المنتخب الاسترالي شاهدناه يعني مع السعوديه في التصفيات لم يكن منتخب قوي يعني للامانه. يعني المنتخب التونسي يعني قادر ان شاء الله على تجاوز المنتخب الاسترالي. المنتخب الاسترالي تاهل بالملحق امام السعوديه، لم يقدم اي مستوى يعني، كان من السهوله يعني انك تهزم المنتخب الاسترالي. فاعتقد ان شاء الله ان تونس يعني تمتلك اسماء وخامات قويه يعني يتقدمهم الكابتن وهبي الخزري باذن الله ان شاء الله، انه مع الدعم الجماهيري ان شاء الله، خصوصا المباراه الاولى راح تكون امام الدنمارك، فاعتقد ان شاء الله ان المنتخب التونسي قادر يعني على تجاوز هذه المجموعه. طيب، في التقرير التالي سنتابع موضوعا آخر دائما ما يتم الحديث عنه قبل كل مونديال، وهي بعض المدارس الكروية العريقة التي لديها تاريخ ولكنها تفشل في تحقيق كأس العالم حتى الآن. سنتابع هذا الموضوع في سياق هذا التقرير ثم نعود لمتابعة النقاش. يعتبر المنتخب الهولندي من المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب كأس العالم والتتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه، إذ بلغت هولندا النهائي 3 مرات ولم تتمكن من حصد اللقب، كما أنها خرجت من الدور نصف النهائي في نسختي 98 و2014. أما المنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز الدور نصف النهائي في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، فيسعى إلى بلوغ النهائي وإحراز اللقب العالمي لأول مرة، خاصة أنه يضم عددا من نجوم كرة القدم العالمية على غرار لاعب الوسط كيفن دي برويني وإيدن هازارد والمهاجم روميلو لوكاكو.
ويعتبر المنتخب الكرواتي بقيادة لوكا مودريتش من أبرز المتنافسين على حصد أول لقب في المونديال، إذ بلغ المباراة النهائية في النسخة الماضية عام 2018 في روسيا، وخسر أمام منتخب فرنسا الذي أقصاه أيضا من نصف نهائي مونديال 98. كما يعد المنتخب البرتغالي من المرشحين للذهاب بعيدا في كأس العالم والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، خاصة أن الفريق يضم عددا من نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى كرونالدو وجواو كانسيلو وبرونو فرنانديش وجواو فيليكس. أما المنتخب السنغالي الذي بلغ الدور ربع النهائي في نسخة عام 2002 فيسعى إلى تحقيق المفاجأة بالذهاب بعيدا في المنافسة وتحقيق أفضل إنجاز إفريقي في كأس العالم، إذ يضم الفريق في صفوفه مجموعة من اللاعبين المتألقين الذين ساهموا في حصد أول لقب إفريقي للسنغال في شهر فبراير الماضي. كابتن طارق، ربما المنتخب الهولندي هو أكثر منتخب تذوق مرارة الفشل في التتويج بكأس العالم، وكان قريبا منه حيث وصل للنهائي ل3 مرات، آخرها كان في نسخة جنوب إفريقيا أمام إسبانيا في النهائي. صحيح حمزة، وخاصة في فريق اللي كان قاده أسطورة كرة القدم العالمية والهولندية كرويف. لندن كان الأقرب أنه يفوز بكأس العالم. 2010 ممكن خطأ، ممكن في التسلل في الحين فيه مازال فيه جدال. أنا نظن أنه هولندا مدرسة حقيقية لكرة القدم، فريق اللي دائما يلعب كرة هجومية بحتة، كرة شاملة. أنا نظن باستثناء المجر اللي كان مر في كأس العالم وكان المفروض أنه يفوز بكأس العالم وكان في أوج عطائه بقيادة كوسيتش. أنا نظن هذا المنتخبين هما الأهم المنتخبات اللي كان ممكن وكان المفروض